أهلا بكم مع فيلم جديد من قناتكم المفضلة دايما قناة البش ملخصاتي. وفيلمنا النهاردة من فيلم اسمه فلاش ذا أواي. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتوش، وتفعلوا زرار الجرس كمان علشان يوصل لكم مننا كل جديد. ويلا بينا نبدأ في فيلم النهاردة. بيبدأ الفيلم في بيت أسرة غنية وهم بيجهزوا شنطتهم علشان يسافروا ويقضوا الأجازة، وبنشوف الأم وهي بتحط للفار اللي عندهم أكل زيادة علشان يقضيه لحد ما يرجعوا، وبيخرجوا وبيسيبوا البيت، وبنتفاجئ إن الفار بيقدر إنه يخرج من القفص وبيعمل كل اللي هو عايزه لانه بيكون لوحده في البيت. وفي يوم بيسمع الفار اللي اسمه رودي صوت غريب في البيت، ولما بيروح علشان يشوف الصوت جاي منين بيلاقي فار تاني اسمه سيد، فبيساله عن السبب اللي جابه لهنا. وهنا بيقول له سيد انه طول عمره كان عايش في المجاري، وانه لما شاف البيت الجميل ده وان الفار رودي قاعد فيه لوحده وقرر انه يجي ويعيش معاه فيه. فبيساله رودي عن الطريقه اللي دخل بيها البيت، فبيقول له سيد ان كان في انفجار في ماسوره المجاري وهي اللي دفعته للمكان. ولما بيشوف سيد لبس رودي النظيف بيفتكره كبير الخدم، وبيطلب منه انه يجهز له حاجه علشان ياكلها. فبيقول له رودي انه كبير الخدم فعلا، وبيقول له يروح معاه علشان ينزلوا الجاكوزي علشان يقدر انه يستمتع بوقته. وفعلا بياخد رودي للحمام وبيطلب منه ينزل في القعده، وبيقول له انه بعدها يشد السيفون علشان يستمتع بالجاكوزي. لكن سيد بيكون فاهم خطه رودي في انه يتخلص منه، فبيرمي هو رودي في القعده وبيشد السيفون وبيتريق عليه، وبيحاول رودي انه يقاوم الميه لكنه ما بيقدرش. وفعلا بينزل لمواسير المجاري وبيكون خايف لانها بتكون اول مره ليه يخرج بره البيت. وبيلاقي رودي بعدها غطا بلاعه فبيطلع منها، وبيلاقي ان المدينه كل سكانها من الفئران. فبيفضل يتكلم معاهم وبيحاول يفهمهم انه كان ساكن في واحد من البيوت اللي فوق دي، وانه مش من سكان مدينه الفئران. لكنهم مش بيصدقوا وبيفتكروا انه مجنون على حاجه، لان دي بيوت البشر وان الفئران استحاله انها تعيش معاهم في بيت واحد. وبيقرب منه واحد من سكان المدينه ويقول له ان ممكن يوديه لحد علشان يساعده ويرجعه تاني لبيته اللي هو فوق ده مع البشر. فبيفرح رودي جدا وبيبان على وشه السعاده، وبيروح معاه المكان ضلمه، وهناك بيقول له انه لازم يدور على السفينه اللي هترجعه للبيت، وان الكابتن بتاعها هو اللي هيساعده. فبيفضل رودي يدور في المكان لحد ما يوصل فعلا للسفينه، وهناك بقى بتقابله فرس اسمها ريتا. ولما بيسالها عن قبطان السفينه فبتقول له ان هي تبقى القبطان، وبتطلب منه ما يعملش اي صوت لان في عصابه فئران بيطاردوها. وبيسكت رودي لكنه بالغلط بيدوس على كلاكس السفينه وبيعمل دوشه كبيره، وساعتها بقى بيوصل الاشرار وبيكون في فار ضخم جدا وبيقدر انه يمسك ريتا وكمان رودي معاها. فبيسالها الفار الضخم على المثل اللي معاها لكنها بترفض انها تقول له على مكانها. وبيظهر بعدها فار اسمه سبايك وبيهددها ان لو ما قالتلوش على مكان الجوهره هيوديها للقائد اللي احتمال انه يقتلها. ساعتها بتحاول ريتا انها تهرب من العصابه باي طريقه، فبتقول لهم ان رودي ده يبقى اكبر لص للمجوهرات في العالم، وان هو اللي سرق منها الجوهره اللي بيدوروا عليها. وبخوف بيقول لهم رودي انه ما يعرفش هم بيتكلموا عن ايه، وانه اصلا مش من سكان المدينه. لكن سبايك مش بيصدقه وبيقرر انه يخلص عليهم. لكن فجاه بيلمح رودي المسا في جيب ريتا، ولما بيقول للعصابه على مكانها بيقرروا انهم يسيبوه. وبيقول سبايك انه هياخدهم من الزعيم بتاعهم علشان يحتفل برودي ويخلص بنفسه على ريتا كمان. وبيوصلوا فعلا للزعيم الضفدعه واللي بيفرح جدا بالجوهره وبيقول ان القطعه دي هتضاف لباقي القطع الثمينه بتاعته. وهنا بيقاطعوا رودي وبيحاول يفهمه انه ملوش اي علاقه باللي بيحصل ده، وانه عاوز يرجع مره تانية للبيت اللي كان عايش فيه في كينجستون. فبيستغرب الزعيم لما بيسمع رودي وبيقول له انه اكيد فار ذوقه راقي لانه ساكن في كينجستون، واكيد هيفهم قيمه المجوهرات الغاليه اللي هو بيمتلكها. وفعلا بياخده للمكان اللي فيه المجوهرات بتاعته علشان ياخد راي رودي فيها. وبيفضل رودي يتفرج على الحاجات النادره اللي في المكان وبيكون معجب بيها جدا، وبيقول للزعيم ان الحاجات كلها جميله. لكن فجاه بيوقع قطعه منهم بالغلط فبتوقع باقي القطع وبتتكسر كلها. فبيتعصب الزعيم وبيطلب من سبايك انه يخلص عليهم، وفعلا بياخدهم للثلاجه اللي بيحتفظ فيها بكل الاعداء، وده بعد ما بيجمدهم بالنيتروجين. وبيطلب الزعيم من سبايك انه يجمدهم، وفي الثلاجه بتقول ريتا رودي انهم كده هيتجمدوا ومش هيقدر انه يرجع لبيته من تاني، وبتطلب منه يمد ايده في جيبها علشان يطلع المشبك. وفعلا بيقدر رودي انه يخرج المشبك، وبيقدروا ساعتها انهم يفكوا القفل اللي كان رابطهم بيه سبايك مع بعض. وبتوجه ريتا مدفع النيتروجين ناحيه سبايك واللي معاه، وبتقدر انها تهرب مع رودي من المكان. وبيتفاجئ بعدها الزعيم ان اللي اتجمد يبقى رجالته، وان رودي وريتا قدروا انهم يهربوا بعد ما سرقوا خزان جهاز النيتروجين معاهم كمان. وبتقدر ريتا انها تهرب من المكان بكل سهوله. اما رودي بقى فما بيكونش عارف ينط بره المكان لان الارتفاع كان عالي، فبيستخدم بخره المناديل وبينط في المركب اللي ريتا كانت راكباها علشان تقدر تهرب من عصابه الضفادع. بتطلع ريتا الجوهره بعد ما قدرت تسرقها من الضفدع قبل ما تهرب، لكنها فجاه بترمي انها وبتقع في هدوم رودي اللي بياخدها وبيفحصها وبيقول لريتا ان الجوهره دي مزيفه ومش حقيقيه. ساعتها بتتصدم ريتا لما بتسمع كلام رودي وبتقول له ان والدها ضيع نص عمره علشان يحافظ على الجوهره وانها استحاله تكون مزيفه. لكن رودي بيقول لها انه هيثبت لها ان كلامه صح، وفعلا بيخبط الجوهره بقوه على الارض وبتتكسر. ساعتها بتتعصب رودي وبتفضل تقنعه ان الجوهره كانت اصليه ومش مزيفه، لكن بيقاطعها رودي وبيقول لها انه عاوز يعمل معاها اتفاق، وهو انه هيديها المجوهرات حقيقيه من البيت اللي هو عايش فيه، بس بشرط واحد انها تساعده يرجع للبيت
مرة تانية. طبعا بتوافق ريتا على عرض رودي وبتاخده بعدها للبيت بتاعها، وبنلاقي ان عيلتها عددها كبير جدا، وهناك بيقول لها واحد من اخواتها ان رودي مطلوب وان زعيم العصابة يدفع فلوس كتير للشخص اللي يقول لهم على مكانه. ورغم ان ريتا بترفض الا ان رودي بيخاف انها تغدر بيه، وعلشان كده بياخد المركب بتاعها وبيهرب بيه من المكان. ساعتها بتقرر ريتا انها تلحقه بالعوامة بتاعتها، اما رودي بقى ما بيكونش عارف يسوق المركب كويس وبتعطل بيه وما بيقدرش انه يصلحها كمان. ساعتها بقى بتوصل ريتا وبتكون متضايقة منه في الاول، لكنه بيصالحها وبيقرر انهم يكملوا الاتفاق اللي ما بينهم. وبنعرف بعد كده ان ريتا سرقت كابل جهاز التجميد بالنيتروجين من الماكينة، وفجأة بنلاقي ان افراد العصابة بيهاجموها علشان ياخدوا منها الكابل ده تاني، لكن ريتا بتقدر انها تهرب منهم بالمركب بتاعتها، وكمان بيساعدها رودي. بيرجعوا افراد العصابة للزعيم وبيقولوا له على اللي حصل، وساعتها بيقول لهم ان ابن عمه لافورج هو الوحيد اللي هيقدر انه يرجع الكابل اللي سرقته ريتا. فبيتكلم الزعيم مع لافورج وبيقول له انه عاوز الكابل باي طريقة، وكمان بيقول له انه عاوز يخلص على كل الفئران اللي في العالم لانهم السبب في كل اللي وصلوا له. وبيكمل الزعيم كلامه وبيقول انه كان حيوان اليف وكان عايش في قصر الامير شارلز، وكانوا اصحاب جدا لحد ما الامير جاله فار هديه، وساعتها بقى قرر انه استغنى عنه، وانه من ساعتها وهو بيكره الفئران وعاوز يخلص عليهم. فبيطمنه لافورج وبيقول له ان هو وباقي ضفادع النينجا هيخلصوا على ريتا وهيرجعوا له الكابل وهيخلصوه كمان من كل الفئران. بنروح بعد كده ريتا ورودي اللي بيكونوا نايمين في المركب، وبيكون رودي بيفكر في اللي هيعمله لما يرجع لبيته، لكن فجأة بيهجم عليهم ضفادع النينجا وبيعملوا فيديو كول مع الزعيم اللي بيقول لريتا انه هيخلص على كل الفئران اللي في العالم في وقت ماتش نهائي كاس العالم، وعلشان كده امر لافورج انه يرجع له الكابل بتاع الجهاز بتاعه باي طريقه ممكنه. ساعتها بيلاحظ رودي ان في دبانه في الطبق اللي كانوا بياكلوا فيه، وفي لحظه بيرميه لفوق كده وبشكل تلقائي بتخرج كل الضفادع لسانها علشان تصطاد الدبانه، فبيلزقوا في بعض كلهم. وبتقدر ريتا مع رودي انهم يهربوا من المكان بعد ما ربطوا النينجا كلهم بحبل واحد. بيكمل معاهم لافورج على السفينه، وبتستخدم ريتا الدرع الحديد اللي في السفينه علشان تتخلص من لافورج، لكنه بيقدر انه ينقذ نفسه وبياخد منها الكابل كمان وبيرمي السفينه في الميه علشان يتخلص منهم. لكن رودي وريتا بيلاقوا كيس بلاستيك وبيقدروا انهم يستخدموه علشان ينقذوا نفسهم، وبيفضلوا طايرين بيه زي الباراشوت كده لحد ما بيوصلوا للبيت اللي ساكن فيه رودي، وبينزلوا من المدخنه بتاعته وبيدخلوا للبيت. بتتفاجئ ريتا لما بيقول لها ان ده يبقى بيته، ولما بتشوف القفص بتاعه بيكذب عليها وبيقول لها ان ده مش قفص وانه نظام امني هو صممه على السرير بتاعه. بتساله اذا كان عايش لوحده، لكن فجاه بيدخل عليهم سيد وبيضطر رودي انه يكذب عليها تاني وبيقول لها ان ده يبقى اخوه وانه عايش معاه في البيت. بتفاجئ بعدها رودي لما بيلاقي ان ريتا وسيد يعرفوا بعض، وده لانهم كانوا عايشين مع بعض فتره طويله في مواسير المجاري. ساعتها بتقول ريتا لرودي انها كانت معتقده ان رودي عايش في قصر مش في سجن، وساعتها بتقرر انها تسيبه وتمشي. بيدخل بعدها رودي على سيد وهو بيتفرج على الماتش، وساعتها بيفتكر كلام الزعيم لما قال انه هيخلص على كل الفئران بين الشوطين في ماتش كاس العالم، وبيفهم رودي انه هيستخدم ميه المجاري علشان يخلص على كل الفئران. وساعتها بيطلب من سيد انه يشد عليه السفينه علشان يرجع تاني للمدينه ويقدر انه ينقذ ريتا، وفعلا بيوافق سيد انه يساعده. وبيرجع رودي مره تانيه للمدينه وبيلاقي ان كل الفئران متجمعه علشان تتفرج على الماتش. وقتها بيكون الزعيم قدر يقبض على ريتا وبيربطها في حبل في وسط المدينه علشان تكون اول واحد يغرق، ولما بيشوفها رودي بيطير باستخدام بالونه وبيقدر انه ينقذها. وبياخدهم بعد كده الزعيم علشان يوريهم المخطط بتاعه، واللي بيكون انه هيخلص على كل الفئران ويستبدلهم بضفادع صغيره. لكن رودي بيكسر ماسوره النيتروجين وبيقدر انه يجمد كل عصابه الزعيم، وكمان الزعيم نفسه بيجمده. بيقرب منهم لفرج وبيقدر رودي انه يستخدمه علشان يقدر ينقذ ريتا قبل ما تغرق، وبتكون المدينه على وشك انها تغرق بالكامل بالميه. لكن رودي وريتا بيستخدموا النيتروجين المسال وبيقدروا انهم يجمدوا الميه كلها، وساعتها بيحتفل بيه كل السكان لانه انقذهم من الغرق. وقتها بيكون رودي فرحان وفخور بنفسه جدا، ويقرر انه مش هيرجع للبيت مره تانية، وانه هيفضل عايش معاهم بحريه في المدينه افضل من القفص اللي كان عايش فيه في بيت البشر ده. ولحد هنا بتخلص حدوته النهارده. لو عجبتك حدوته النهارده بقى دوس لايك وشير، وما تنساش تعمل سبسكرايب لقناتنا قناه الباش ملخصاتي. ولو انت مش مشترك في القناه اشترك دلوقتي، وما تنساش تفعل زرار الجرس علشان يوصل لك مننا كل جديد. سلام.